السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا غايبة بقالي كتير عنكم، جاية النهارده في طريقة حاجة جديدة بقى. هنحول مع بعض الملوخية الناشفة لملوخية خضراء. طب هنعملها ازاي؟ قبل ما نبدأ في الطريقة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تقولوا لي عايزين ايه تاني في الكومنتات. يا جماعة تعليقاتكم والكومنت واللايكات بيشجعني ان انا اصور، غير كده انا بيكسلني ان انا اصور. معانا كده هنا ملوخيه ناشفه، تعالوا نشوف مع بعض هنحولها لخضره ازاي. اهي يا جماعه كده هننزل. انا معايا شوربه اهي، هننزل بشوربه. ما عندكيش شوربه حطي ميه عادي. ننزل بتلات اربع معالق ونقلب لحد ما نخليها زي العجينه كده. هقلبها وارجع لكم. اهي يا جماعه كده اهو، فضلت اضيف بالشوربه او بالميه اللي عندك لحد ما خليتها عجينه كده اهو، بس يستحسن تكون شوربه. تعالوا نشوف بقى نعمل ايه تاني. معايا هنا كده اهو ميه على النار بتغلي، شوربه سوري، او ميه على حسب ما تعملي بيها. معايا الشوربه كده هخليها تغلي وانزل فيها بالملوخيه. هي يا جماعه داخله على غليان، هنزل بقى بالشوربه. هنزل بقى سوري قصدي بالملوخيه. احط بقى الملوخيه. لو تدوقي الشوربه بتاعك لو لقيتيها حادقه مش شرط تحطي ماجي، مش حادقه حط مكعب ماجي. انا مش هحط ان انا محيقه الشوربه بتاعتي بالفراخ. تعالوا بقى نحط الملوخيه. اهو يا جماعه كده، اهو يا جماعه بصوا. هقلبها بقى وافك القطع اللي فيها دي، فككها كده تبقى كأنها ملوخيه خضراء بالظبط. اهو يا جماعه كده شايفين بقت زي الخضراء، وطعمها بجد تحفه. بعد كده نحط لها بقى طشة التومة، وزي الملوخية العادية جدا.